يسعد مساكم. هالمرة جبت لكم طريقة المفتول الفلسطيني الشهية هلأ بفصل الشتاء. بنحكي بسم الله ونبلش. عندنا المفتول ممكن يكون انت فاتليته هلأ، وممكن يكون انت متهبليته ومخبيته بالفريزر ومجهزيته. انا عندي هون مهبل تهبيلة اولى وراح اطلعه للتهبيلة الثانية. بس اول شي راح نحكي عن اليخنة الحمراء. اليخنة الحمراء هي اساس المفتول الفلسطيني، عبارة عن بندورة، بصل، حمص حاب والقرع. بنحطهم كله، بنقطعه بنحطه بالطنجرة، بس يتسبكوا مع بعض. بنحط عليهم رب البندورة وقلبين مرق وهيل وفلفل أسود وملح وبهار مشكل. آخر إشي بس يستوي بنحط ننزل عليه القرع، لأنه معروف القرع ما إله روح، بدوب. إحنا بدنا يكون الحبة هيك واقفة وشادة حيلها. راح أحكي عن التهبيل الأولى. بتجيبي المفتول بتكوني حاطة بأول طنجرة يعني كمية ما تكون المية كتيرة، يا دوب، عشان إذا كانت الكمية المية كتيرة رح يعجن معك وما رح يستوي. بتحطي الدجاج ومع حمص حاب، وبتحطي كمية المفتول نص ساعة بس تطبلي عليه. وسمعتي صوت تطبيلة بتحطيه على جنب وبتبلبليه بشوية مي وبتزيتيه. يعني تبليلي المية دوب طرف الأصابع عشان تفتحي الكتل إذا كانت موجودة. بتزيتيه كويس وبتحطيه بالصينية المفتول أو طنجرة المفتول اللي فيها خازوق. كيف؟ هلأ بنجيبها، بنكون محضرين كمدة. الكمدة هي أساس المفتول، من دونه صبايا مستحيل يطلع زاكي. اللي ما بحط الكمدة اعرف إنه مش زاكي. بتحطي، هي عبارة عن بصلة، بنحط عليها بصلة طبعا كتير مفرومة ناعمة، هيل، كمون كمية ممتازة، عين جرادة. ممكن تحطيها على المفتول من برا أو بالكمدة زي ما بدك. وإذا مش موجودة عادي كمان، مع زيت زيتون وملح وفلفل أسود. بتجيبي صحن، طبعا بتكوني دهنة الصفاية زيت. بتجيبي صحن بتحطي يعني كمية قليلة، بعدين بتحطي الكمدة، بعدين الكمية الباقية مثل ما هو موضح بالفيديو. بنتركه يغلي تقريبا ساعة، ساعة إلا ربع. بتطبلي عليه، سمعت صوت تطبيل مثل صوت الطبلة هيك، إذا استوى عندك. غير هيك خليه شوي. بنفتحه، بترشرشيه شوية مي، بتشربيه بالشوربة الدجاج، خليه يشرب وياخد راحته يعني بالتسقاية تبعت الدجاج. بتغطيه طبعا أهم إشي. طبعا انت عجينة بتكون طبعا الدجاج أكيد داب. بتحضري الخلطة. أنا ما بحب أحطه بس هيك، لازم أحط له خلطة. هي عبارة عن هيل، فلفل أسود وملح. بدخله جوا الفرن وبسكب هالمفتولات وبحط هاليخنة الرائعة اللي يعني طعمها مع القرع بيعطي طعم حلاوة وزكاوة وبشهي. جربوها يا صبايا وإن شاء الله ما بتندموا، ويسلموا كتير على المتابعة.